السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للوصفه ديال اليوم هي عباره عن عصير منعش كيجي يا سلام. صدقوني المكونات اللي فيه رائعه وكتزيد العصير ديالنا لذة، واهم حاجه اننا ما استعملناش نهائيا الحليب. فاللي كانت مهتمه تبقى معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوف الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. وبالنسبه للفواكه اللي غادي نستعمل في هذا العصير هذا اللي هي الفريز، البرتقال والبنان، وكتبقى الكميه على حسب الرغبه. هنا غادي نستعملوا واحد القشره ديال البرتقال كتبقى حتى هي اختياريه، والسكر كيبقى اختياري. انا استعملت ملعقه كبيره ديال السكر. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه اللي هي سهله جدا. وهنا في الخلاط الكهربائي غادي نديروا هذوك الفواكه اللي عندنا. بالنسبه للكميه ديال الفواكه كتبقى اختياريه على حساب الاشخاص اللي عندكم في البيت. وبالنسبه حتى اللي بغيتوا مثلا النكهات تكون هكا نكهه غالبه على نكهه، فما عليكم غير يعني تكثروا من الفاكهه اللي نتوما كتبغيو النكهه ديالها. انا صراحه كلهم كيعجبوني فدرت غير هكا، يعني شديت ودرت غير عيني ميزاني وصافي. هنا ضفت هذيك الكميه ديال السكر، والسكر حتى هو كيبقى اختياري، ممكن تضيفوا اكثر ولا قل. المهم كتبقى على حسب الرغبه. هنا ضفت واحد شويه ديال الماء في الاول، من بعد غادي نطحن العصير ديالي واحد شويه، وعاد غادي نضيف له هكا واحد، غادي نزيد غير واحد شويه ديال الماء. الصراحه ما غاديش نزيد بزاف ديال الماء، وصافي غادي يكون العصير ديالي جاهز. المهم بالنسبه للطحينه البنات، الا كانت هاد الطحانه ديالكم ما كتطحنش مزيان فما عليكم غير تصفيو العصير ديالكم من بعد. انا صراحه ما احتاجيتش لهاد المرحله هذه، فغادي نديرو نيشان يعني مباشره. غادي نديرو هكا في واحد القنينه اللي غادي نخليها في الثلاجه. اهم حاجه ان العصير ديالنا نقدموه هو بارد، لان كما كنعرفوا العصير ضروري خصو يكون بارد باش كيجي هكا منعش، وكيكون كيعطيك واحد الطاقه الصراحه فاش كيكون بارد الصراحه. صافي هنا كما قلت لكم غادي نديرو في الثلاجه يبرد، ومن بعد ان شاء الله يعني غادي نمشيو باش غادي نقدموه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا العصير ديالنا من بعد ما برد في الثلاجه غادي نحاول ما امكن انني نخلطو هكا واحد شويه. كما نعرفوا ان العصير غير كيبقى هكا في الثلاجه كيبقاو يعني دوك الفواكه شويه ما كيبقاوش مندمجين في العصير، فمن الاحسن اننا نخلطوه هكا واحد شويه، ومن بعد غادي نقدموه في الكؤوس ديالنا بالصحه والراحه. هنا الكؤوس كما شفتوني زينتهم هكا بقطع ديال الفريز، فممكن تزينوهم ممكن ما تزينوهمش، المهم داكشي كيبقى على حسب الرغبه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من كل قلبي انه الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش الدعم ديالي بواحد اللايك، بالاشتراك في القناه، وانكم تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. بالخصوص في هذا الشهر الكريم راحنا كنبغيو بحال هاد العواصر هادو، فما تخليوهش عندكم، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء هكا باش تعم الفائده. ودابا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.